اهلا وسهلا معاكم في حلقه جديده. معاكم كريم اشرف، والنهارده هنتكلم عن 10 بوينتس لو حطيتهم في اعتبارك الكواليتي بتاعت صورك اوتوماتيكلي هتطلع لفوق. وفي كمان 2 بوينتس هديه، فاستنوا لاخر الفيديو عشان تعرفوهم. يلا بينا. اول حاجه هنتكلم عنها يمكن هي حاجه بديهيه شويه بس مهمه جدا، وهي طريقه شيلانك ومسكتك للكاميرا بتاعتك. لو انت عرفت تمسك الكاميرا باصح طريقه، اكتر طريقه مظبوطه، اتاكد ان مش هيبقى فيه فايبريشن طالع من ايدك، او مفيش الكاميرا شيك او الاهتزازات اللي ممكن تطلع من ايدينا اللي هي في الاخر بتنتج ان الصوره تطلع مهزوزه. طيب انا جايب الكاميرا بتاعتي اهي، وعايز اشوف ايه احسن ماسكه للكاميرا تكون فيها اقل اهتزازات، فبالتالي اطلع باعلى ايمج كواليتي. خليني اقول لكم بقى واوريكم ازاي نقدر نمسك الكاميرا بتاعتنا باكتر طريقه صح. اهم حاجه كوعي تمام يكون قريب من جسمي. يعني اول غلطه اي مصور بيعملها ان هو يبعد كوعه عن جسمه او يصور بالشكل ده. الشكل ده بيخلي الكوع قريب من الجسم، فبالتالي فكره او احتماليه اهتزازات الكاميرا اعلى، لان انا اصلا في وضع غير مريح. كل ما اقرب كوعي لجسمي كل ما انا اوريدي هكون ثابت. على قد ما اقدر اقرب كوعي لجسمي اقرب الكاميرا من وشي او من جسمي، فبالتالي احتماليه صدور اي فايبريشنز او اهتزازات من ايدي هتكون قليله جدا. خليني اوريكم. كوعي اهو، انا هقربه من جسمي على قد ما اقدر. الكاميرا اوتوماتيكلي بقت قريبه من وشي. ممكن لو انا عملت كده انا كده خلاص مقربه من جسمي جامد، يا دوبك هصور بالشكل ده كده. مش هيكون في اي فايبريشن من ايدي عن لو عملت كده، او انا بحاول اصور بقى بشكل روش ولا بشكل مختلف شويه، فبكون عامل كده. بالتالي سهل جدا ايدي تكون مهزوزه، لان انا اوريدي مش في وضع مريح. فلو انتوا اتبعتوا التكنيك دوت صدقوني الصور بتاعتكم هتكون ثابته، فبالتالي الكواليتي بتاعكم هيعلى على طول. تاني بوينت يا جماعه، يعني مش محتاج بقى اتكلم في القصه دي كتير، لكن هي بكل بساطه ترايبود. اوتوماتيك يا جماعه، انت لو حطيت الكاميرا بتاعتك فوق ترايبود يبقى مفيش كاميرا شيك، مفيش اي اهتزازات، مفيش اي فرصه ان الصوره ممكن تطلع بلوري او مهزوزه، فبالتالي الايمج كواليتي بيعلى. انا كنت عملت يا جماعه فيديو كبير بيتكلم عن الترايبود وكل مميزاته، لو انتوا عايزين تتفرجوا عليه ممكن تدوسوا على اللينك اللي فوق. تالت نقطه هتكلم عنها يا جماعه وهي الشاتر ريليس او الريموت. تمام، دي قطعه اكسسوار كل الهدف بتاعها ان انت ما تدوسش على الزرار بتاع الكاميرا عشان تاخد الصوره، بس كده. انت بتصور عن طريق الريموت من بعيد، انا بتك تك هنا اهو في الزرار فالكاميرا تصور. يبقى انا كده عملت نفس الفكره بتاعت الترايبود، انا ما لمستش الكاميرا بايدي او ما دوستش على الزرار ده اكتر واكتر بقى. فانت لو ينفع تستخدم ريموت هتتاكد ان مفيش كاميرا شيك او اهتزازات، فبالتالي الايمج كواليتي بتاعتك ممكن تعلى برضو. طبعا الريموتس بيجي منها اشكال كتير. ده مثلا اللي عندي، القطعه دي بتتحط على الكاميرا من فوق، تمام، وبعدين القطعه دي اللي انا بستخدمها عشان اقدر اصور او استعمل الكاميرا بتاعتي. في اكتر من شكل وفي اكتر من فكره منه، بس هم كلهم بيعملوا نفس الوظيفه، ان انت تقدر تصور من غير ما تدوس على الكاميرا بايدك. الرابع بوينت يا جماعه، ودي حاجه ممكن برضو كتير مننا بيتغاضى عنها، وهي الفوكس مود. انا كنت عملت فيديو زمان الصراحه بيشرح كل انواع الفوكس مود، لو انتوا عايزين تشوفوه برضو بالتفصيل بقى. بس بكل بساطه كده يا جماعه لازم اعرف انا بصور ايه، فبالتالي هستخدم انهي نظام من انظمه الفوكس. لو انا بصور دلوقتي مثلا رياضه، تمام، او بصور اطفال بتلعب في جنينه، من الاخر كده بصور موفينج اوبجكتس او حاجات بتتحرك، فلازم استخدم الاي اف سي او الاوتو فوكس كونتينيوس او سيرفو على حسب نوع الكاميرا بتاعتك. ده بيتيح ان الكاميرا تعمل عمليه تتبع للاوبجكت اللي بصوره، فموست اوف ذا تايم الصوره بتاعتك هتطلع شارب عشان الكاميرا قاعده بتفوكس ورا الاوبجكت اللي انت بتصوره. لو انا بصور برودكت فوتوغرافي او اي شيء ثابت، تمام، ساعتها هستخدم AFS او اوتو فوكس سنجل. من الاخر ان انت تقدر تصور اي حاجه ثابته، فالكاميرا بتعرف تلوك وتربس الفوكس بتاعها على الاوبجكت اللي انت بتصوره. فلو انت عرفت تعمل اسسمنت وتشوف الوضع اللي انت بتصوره هيحتاج انهي نوع فوكس، اتاكد ان انت الكواليتي بتاعت صورك هتبقى احسن كتير. نمرة 5، ويمكن برضو انا عارف ان هي حاجة بديهية بس برضو بنهملها، ولو عملناها كويس جدا الكواليتي بتاعت صورنا هتختلف تماما، وهو تنظيف العدة بتاعتنا. جماعة كتير من الوقت بنروح نصور بره وبنرجع ونشيل الكاميرا بتاعتنا في الشنطة ونرجع تاني نستخدمها من غير ما ننظف اللانس او الكاميرا بتاعتنا.
حاجتين لازم يتنضفوا يا جماعه، العدسه من بره وفي نفس الوقت السنسور. خلي معاك دايما حاجه زي ديت، انا مش عارف يعني انتوا شايفينها ولا لا، ده اسمه روكت بلور، ده بيطلع هواء تمام، ومايكرو فايبر كلوث. الاثنين دول يقدروا يشيلوا التراب وفي نفس الوقت ينضفوا اللينس من اي سمادجز او اي بقع ممكن تكون حاصله من التصوير بتاعك بره، فبالتالي هتاخد احسن كواليتي للصور بتاعتك. نمرة 6، ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، لو الكاميرا بتاعتك أو اللينس بتاعتك عنده الأوبشن ده لازم تترن ات اون، وهو الاي اس أو الايمج ستابلايزيشن. ده نظام تثبيت تمام من الكاميرا أو من اللينس على حسب، بيساعدك إن الصورة تكون ثابتة لو أنت ابتديت تهتز بإيدك تمام، او الشاتر سبيد بتاعك ابتدى يقل شويه، 1/15 1/25 الشاتر سبيد بقى قليل وابتدى يكون في اهتزازات من ايدك. الايمج ستابلايزيشن اللي بيكون موجود في الكاميرا او في اللانس بيحاول يوفركم الاهتزازات دي. طبعا هو مش بيكون كبير جدا، او تعالوا نقول يا جماعه ان مع العصر والكاميرات الجديده بقوا يتحسنوا، بقت الايمج ستابلايزيشنز افضل من زمان، بس ستيل لو انت عندك الاوبشن ده لازم تعمل له تيرنينج اون عشان هيساعدك كتير ان الصوره تطلع ثابته، فبالتالي الايمج كواليتي هتكون اعلى. بس نصيحه، لو انت هتحط الكاميرا بتاعتك على ترايبود اقفله. نمره 7 وهو الايزو. طبعا يا جماعه انتوا عارفين الايزو ده حساسيه السنسور، بنستخدمه عشان نعرف نظبط بيه الاكسبوجر بتاعنا، بس لازم نراعي حاجه، ان كل ما بنزود الايزو بتاعنا فوق كل ما ممكن ينتج عنه حاجه اسمها جرين او فيلم جرين او ديجيتال جرين وات ايفر انت عايز تسميه ايه، وتلاقي ان الصوره منغمشه في البلاكس او في الحتت السوداء. طبعا ده بيخلي الصوره مش بليزنج وبيخلي الكواليتي بتاعت الصوره مش احسن حاجه، فلازم تراعي الايزو بتاعك. حاول على قد ما تقدر ما تعملش انكريزنج للايزو او ما تعليش الايزو قوي، ممكن تاوفركم ده. لو انت مثلا في سيتويشن ان مفيش اضاءه كويسه، خلاص هستعمل ترايبود مفيش مشكله، خلاص هستعمل فلاش. حاول على قد ما تقدر ما تعملش تعليه للايزو بتاعك عشان ده هينتج عنه جرين، فبالتالي الايمج كواليتي بتاعتك هتقل. تامن نقطه يا جماعه وهي اللانس سويت سبوت. ايه بقى اللي انا بقوله ده؟ طيب اي عدسه يا جماعه بيبقى ليها سويت سبوت، لو انا حطيته عليه هتطلع اكتر صوره شارب في الدنيا. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ لو انا عندي مثلا عدسه زي ال 50 1.8 دي برايم لينس، فتحه ثابته اف 1.8 تمام، انا لو جيت صورت عند اف 1.8 الصوره هتطلع كويسه جدا مفيش مشكله، بس لو انا حطيتها في السويت سبوت بتاعها اللي هو ايه بقى اف 4 ماشي، الصوره اللي بتطلع لما تيجي تصور على اف 4 بتبقى اكتر صوره شارب في الدنيا، اكتر صوره شارب ممكن تطلع من العدسه دي، بتبقى شارب من السنتر لغايه الكورنرز بتاعه الصوره. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ ان كل عدسه ليها سويت سبوت، كل عدسه بيبقى ليها منطقه بتطلع منها اكتر صور شارب. لو انا مثلا العدسه بتاعتي 2470 اف 2.8 ثابته تمام، السويت سبوت بتاعتها عند مثلا اف 5.6، انا لو جبتها عند فتحه العدسه 5 ماشي هتكون فيري 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 شارب عن لما اكون جايبها على 2.8، مع انها ممكن توصل 2.8 عادي جدا. طيب انا لما اجي اعرف بقى السويت سبوت بتاعتي بستخدمه كتير. انا لو باجي اصور مثلا برودكت او بصور منتج ماشي، بصور عند السويت سبوت بتاعت العدسه بتاعتي بحيث اتاكد ان الصوره اللي طالعه تكون شارب من السنتر للاطراف، ويبقى انا كده استغليت العدسه بتاعتي. طبعا لما انت تعرف السويت سبوت بتاع العدسه بتاعتك بتتاكد ان انت هتاخد ايمج كواليتي احسن من العادي. نمره 9 بقى يا جماعه، شوت رو. يعني ايه الكلام ده؟ لازم تصور بصيغه الرو مش جي بيج. الكلام ده يا جماعه احنا اتكلمنا فيه كتير جدا، انا عامل فيديو فوق برضو كان بيشرح الفرق ما بين الجي بيج والرو لو انت عايز تتفرج عليه. بس بكل بساطه سريعا، الرو هي الصيغه اللي تخليني يطلع لي صوره من الكاميرا مش معمول لها اي بروسيسنج من الكاميرا، فبالتالي اقدر اعمل لها اديت في لايت روم او فوتوشوب او وات ايفر البروجرام اللي انت بتستخدمه. لو انا عندي صوره خام بتخليني اعرف اعمل لها اديت، ازود شاربنس، ازود كونتراست، اظبط الوايت بالانس تعمل لو ما كانش مظبوط في الكاميرا، يبقى انا بتاكد ان انا بطلع صوره احسن من لو كانت متصوره بجي بيج معمول لها بروسيسنج مش حلو او غلط مش مناسب مع البيئه اللي كنت بصور بيها. فلو انت صورت صوره بالصيغه رو هتتاكد ان الصور بتاعتك ايفينشولي هتبقى احسن لما تيجي تعمل لها الاديت الصح. اخر تيب يا جماعه معانا التيب نمره 10، وهي شوت في اوضاع اضاءه كويسه جدا، او حاول تستخدم الاضاءه اللي حواليك بشكل ذكي. لو انتوا يا جماعه عرفتوا تيوتلايز وان انتوا تستخدموا وتسخروا الاضاءه الطبيعيه اللي حوالينا بس بشكل كويس، ان انت
تتفهم وتاندرستاند اللايتنج اللي حواليك، ساعتها الكواليتي بتاعت صورك هتعلى جدا. يعني مفيش مانع ان انا اجي اصور مثلا في الجولدن اور، انا عارف ان ده اكتر وقت بتبقى الصور فيه بليزنج، الاضاءه بتبقى بليزنج على الوش، السكين تونز تبقى شكلها حلو. ليه ما اصورش في الوقت ده؟ هتلاقي اوتوماتيكلي الكواليتي بتاعت صورك عاليه. لو انا مثلا في وضع ان انا الشمس طالعه ومفيش اي سحاب، بالتالي في هارش لايت، طب انا ما اجيش اصور تحت الاضاءه الجامده ديت، الصور مش تبقى حلوه. لا، اجي في مكان شيدد، في مكان متغطي تمام، وساعتها ابتدي اصور، هلاقي ان الوضع احسن واحسن. فحاول تستخدم الاضاءه اللي حواليك بشكل حكيم وبشكل وايز، هتلاقي ان انت الكواليتي بتاع صورك احسن كتير. طب احنا كده يا جماعه خلصنا ال10 نقط الاساسيين اللي انت لو استخدمتهم الكواليتي بتاعت صورك هتعلى اوتوماتيكلي. بس خليني بقى يا جماعه نديكم هديه 2 اكسترا بوينتس برضو تحطهم في اعتبارك، لو استخدمتهم مع ال10 دول تصويرك كله هيختلف والايمج كواليتي بتاعتك هتختلف تماما. اول حاجه عايز اتكلم عنها يا جماعه، وديت ميستيك لو كانت اتقالت لي زمان وانا ببدا كان وضعي اكيد هيبقى مختلف، ماشي، وهو ان انت تشوت فور ذا هايلايت. يعني ايه الكلام ده؟ صور على الهايلايتس بتاعتك. طيب خلينا نتكلم ان احنا عندنا حاجتين بنراعيهم، الهايلايتس والشادوز، ماشي. انا عايز اتاكد ان الهايلايتس بتاعتي مش محروقه والشادوز بتاعتي واضحه والتفاصيل بتاعتها لسه موجوده. طيب كل كاميرات يا جماعه الحديثه بتاعتنا الدايناميك رينج بتاعها حلو او بيتحسن عن كل الجنريشنز اللي فاتت، بس لما تيجي تصور اهم حاجه ان انت تصور وانت شايف الهايلايتس واضحه، ما تحرقهاش. ايفن لو ابتدت بقيه الصوره تحسها اغمق من العادي مش مهم، بس اهم حاجه الهايلايتس بتاعتك تبقى واضحه، عشان في البوست بروسيسنج الشادوز ديت سهل تعرف تسترجعها في الفوتوشوب او اللايت روم. بس الهايلايتس لو اتحرقت هي عمرها ما هترجع، او عمرك ما هتعرف ترجعها لو انت بتستخدم الفوتوشوب او اللايت روم وبتصور رو. بس اهم حاجه تصور رو وتشوت للهايلايتس، تعمل ميترنج مظبوط على الهايلايتس، الهايلايت ما تتحرقش منك، وهتلاقي ان الشادوز اسهل جدا في ان انت تعمل لها عمليه ريكفرنج في اللايت روم او الفوتوشوب. دي اول نقطه. تاني نقطة يا جماعة وهي اللانسز، حاول تنفست في اللانسز على قد ما تقدر. لو انت لسه شاري كاميرا بتاعتك جديدة تيجي معاها الكيت لانس، حاول على قد ما تقدر تتسرع في عملية التخلص من الكيت لانس بتاعتك، وهات برايم رخيصة، هات عدسة زي ال50، هات عدسة زي ال35 كلهم f1.8. العدسات ديت مش بتكلف كتير، سعرهم بيبقى قليل، وفي نفس الوقت الايمج كواليتي بتاعتهم عاليه جدا 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 جدا. فلو انت جايب كاميرا جديده ما تقعدش كتير في الفتره بتاعت ال 18 55 ديت، وممكن على طول تقوم جاي بايعها وجايب مكانها عدسه زي ال50 او ال35 f1.8. هتلاقي ان الايمج كواليتي بتاعتهم شتان ما بين السماء والارض، وانت اوريدي هتكون متحمس اكتر واكتر تتعلم تصوير وتكمل في الهوايه بتاعتك الجديده. طب يا جماعه كده اكون خلصت. لو في اي بوينت من البوينتس ديت كانت فايداك او حسيتها ان هي بتديك اديشن، يا ريت تعمل لايك للفيديو ده. لو انت عندك اي استفهام او اي سؤال يا ريت برضو تكتبه لي في الكومنتس تحت. ولو انت عندك بقى بوينت زياده انا ما قلتهاش من وجهه نظرك ممكن تاخد الكواليتي بتاعت صورنا لفوق، يا ريت برضو تكتبها لي ونتعلم، عشان ايفنشولي زي ما قلنا دايما احنا هنا كوميونتي وبنشير خبرات بعض عشان نتعلم. واشوفكم يا جماعه في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.